انتوا عارفين قد ايه صعب تلاقي شغل الايام دي، صح؟ الموضوع عامل كانك بتدور على ابره في كوم قش، بتقدم في سيفيهات كتير وتقف في طوابير تحت الشمس، وكل اللي بيجيلك في الاخر هو الرفض. وحتى لو ربنا كرمك ولقيت شغل بتلاقي ان الشركه بعت لك مجرد وهم على ورق، لكن الحقيقه بتكون كابوس. خلينا نقول ان انت شفت اعلان شغل على النت، مرتب كويس وفي بلد اجنبي اكتر بكتير من اللي انت ممكن تدخله وانت في بلدك، وده عرض مغري مش كده؟ وهي دي بالظبط البدايه. بس دي مش مجرد قصه عن مدير وحش او شركه وهميه، دي قصه عن الاتجار بالبشر والإيذاء النفسي والعبودية الحديثة اللي مستخبية ورا وعود بالتطور الوظيفي وحياة أفضل. النهاردة هنتكلم عن الكابوس الحقيقي اللي بيحصل في كمبوديا. يلا بينا. في أغسطس سنة 2022 راجل مجهول هنسميه رمزي قعد مع صحفي في بي بي سي إندونيسيا. كان شكله مرهق جدا، كنت تقدر تشوف بعينك كل لحظة ألم عاشها، وأول كلمة قالها كانت أنا اتنصب عليا. رمزي ما كانش عيل ساذج، ده اشتغل في الشرق الأوسط لسنين طويلة وبنى لنفسه سمعة كعامل يعتمد عليه. بس بعدين اترفض من شغله، ولما رجع لإندونيسيا جرب كل حاجة، معارض توظيف ومقابلات وسفر لمدن مختلفة، عشان في الآخر يتواجه برفض ورا التاني. والموضوع ده كان محطمه نفسيا. وبعدين واحد صاحبه قابله وقال له إن في بلاد تانية بتقدم فرص للشغل للإندونيسيين زي كمبوديا مثلا، وهنا حس بشوية أمل إنه ممكن يتوظف وظيفة كويسة. في يوم وهو بيقلب على الفيسبوك رمزي شاف إعلان من واحد المفروض إن هو مسؤول للتوظيف، والوظيفة كانت خدمة عملاء في كمبوديا، والمرتب كان $1200، يعني حوالي 19 مليون روبية. وبالنسبة له ده مبلغ ما كانش قليل خالص. المبلغ ده كان يغير حياته في البلد اللي هو قاعد فيها. وحتى هو حسب حسبته وبحث بالتفصيل عن تكاليف المعيشة في كمبوديا، وفكر في المبلغ اللي هيقدر يحوشه واللي هيقدر يبعته لأهله. وبصراحة الموضوع كان باين إن هي فرصة العمر ليه، فقرر إن هو يتواصل معاهم. والشخص اللي عمل الإعلان كان شكله محترف جدا، وكمان عمل له مقابلة فيديو. الخلفية اللي كانت وراه ما كانش شكلها مكتب خالص، بس رمزي قرر إن هو ما يفكرش في الموضوع ده كتير. وبعد كام يوم جات له رسالة مكتوب فيها يسعدنا إن إحنا نرحب بيك في عيلتنا. وهنا رمزي كان طاير من الفرحة، بس لما سأل على العقد اتهربوا من السؤال وقالوا له ما يقلقش، أول ما يوصل لكمبوديا كل حاجة هتتحل بشكل طبيعي. وبرغم إنه ما كانش مرتاح للموضوع، بس قرر إن هو يثق فيهم. تذكرة كان في إيده وشنطته كانت جاهزة. رمزي ركب طيارة لكمبوديا في مايو 2022، وفي المطار لقى واحد شايل يافطة باسمه، وركبوا العربية وراحوا على مدينة اسمها سيهانوكوفيل. في الأول الطريق كان شكله عادي خالص، بس بعد كده المنظر بدأ يتغير. المباني العالية اختفت وظهر مكانها شجر وأراضي فاضية كتير. وفي الآخر وقفوا قدام مبنى شكله متهالك جدا. من بره كان شكله عمارة سكنية قديمة، بس من جوه كان مكتب طبيعي. وانت داخل المكان تحس ان الهوا تقيل قوي وفي حاجة خانقاك. وما كانش فيه أي ترحيب خالص في المكان ده، ما كانش ليه لا مكتب ولا تدريب، كان مجرد أوامر: ابدأ شغل دلوقتي. وأول مهمة ليه كانت إنه يعمل حسابات مزيفة على السوشيال ميديا بصور بروفايل لشباب شكلهم كويس وقصص حياة واقعية، وبعدين يستخدم الحسابات دي عشان يسحر بيهم البنات ويخليهم كمان يقعوا في حبه، ويبعت لهم هدايا وكمان يبعت لهم فلوس. النوع ده من الربح كانوا بيسموه ربح الخنازير. بيقعدوا يسمنوا الضحية بالحب والاهتمام، وبعد كده يصفوها ماديا لحد آخر نقطة. في أول الشغل ما كانش فيه ضغط، بس بعد كده ظهرت أهداف لازم يحققوها. كل فريق صغير كان مكون من 5 ل6 أفراد، كانوا لازم ينصبوا على الناس كل شهر في $35,000، ولو فشلوا كان في عقاب. بس العقاب ده ما كانش مجرد توبيخ بالكلام، في ناس كانت بتتضرب، وفي ناس كانت بتتكهرب، وفي ناس كانت بتجوع، وناس عمرها ما خرجت من هناك عايشة. الأكل كان بالحصة، والمية متوزعة على إزازة واحدة في اليوم، وحتى النوم كان تحت السيطرة. ولو قدرت إن أنت تحقق الهدف بتاعك آخر الشهر، المكافأة هنا ما كانتش فلوس، المكافأة كانت وجبة. أيوة بالظبط، وجبة عادية زي أي شخص طبيعي بياكلها. اللي كان باين في البداية إن هي شغلانة الأحلام اتحولت لسجن. اتضح إن رمزي تم الإتجار بيه واترمى جوه كابوس، عبودية حديثة متخفية في شكل فرصة. وخلال الوقت ده كله رمزي كان محبوس في كمبوديا، عمره ما شاف مليم واحد منهم،
كان بيشتغل 18 ساعة في اليوم وكان عمال ينصب على ناس غريبة، وكان بيتنقل ما بين 3 شركات نصب مختلفة بس من غير مرتب خالص ولا حرية، مجرد ساعات شغل ملهاش نهاية في أوضة صغيرة. لو رمزي كان عايز يستقيل بشكل رسمي، رمزي كان لازم يدفع لهم 11,000 دولار. قالوا إن دي رسوم الاستقالة، لكن في الحقيقة دي كانت فدية. في يوم الدنيا كانت بتمطر فيه وهم كانوا بيتنقلوا المبنى تاني، شاف فرصته واتسلل بهدوء واختفى في وسط الزحمة، وقعد يجري عشان ينجو بحياته وما بصش لورا خالص. وخلال 2 أغسطس 2022 قدر إن هو يرجع لبيته في إندونيسيا عايش بس محطم تماما. بس قصة رمزي دي مجرد قصة من آلاف القصص. عمليات النصب دي مش شغل واحد هاوي. في كمبوديا في مجمعات ضخمة بتشتغل زي الكول سنتر، لكن في الحقيقة دي مراكز نصب، وبيتقال إن العمليات دي وراها عصابات كبيرة ويمكن كمان ناس واصلة لمراكز عالية في البلد. وده يبين قد إيه إن المشكلة دي خطيرة جدا. والضحايا ما كانوش عمال فقراء من بلدان مختلفة، بس في منهم جاي من بلاد عمرك ما تتخيلها زي كوريا الجنوبية مثلا. ناس من كوريا سافروا خلال المحيط عشان وظائف بمرتبات محترمة، وزي حالة رمزي تم إغراءهم عن طريق إعلانات بتوعدهم بفرصة العمر اللي مش هتتكرر تاني، تقدر إن أنت تكسب فيها فلوس بسرعة وتمشي وانت جيوبك مليانة. لكن أول ما بيوصل لكمبوديا كل حاجة بتتغير. جوازات السفر والتليفونات ودفاتر البنوك كل ده بيتاخد منهم، بيبقوا عمليا محبوسين من عصابة ومسجونين في بلد غريبة. وبعدين يبدأ الكابوس الحقيقي، يجبروهم يشتغلوا ليل نهار ويبعتوا مكالمات نصب. الكوريين أغلب شغلهم بيبقى عمليات نصب عن طريق توقع الأسهم، لكن في الواقع دي بتبقى خطة لسرقة الفلوس مش أكتر. كل ده بيبدأ ببساطة شديدة على رسالة على التيك توك أو التليجرام بتقول انضم لجروب تحليل الأسهم المجاني بتاعنا، مفيش مخاطرة والأرباح مضمونة، وبيسموها غرفة القراية، يعني قراية الأسهم. ومن خلال جروبات الشات دي اللي شكلها طبيعي بيصطادوا الناس برسائل مجانية ويبنوا الثقة، وبعد كده ياخدوا فلوس على عضويات مميزة، وبعدين يبدأوا يزودوا الكذب حبة بحبة، رسوم صغيرة من هنا وهناك زي مثلا دي مجرد رسوم إدارية أو دي ضريبة سحب أو مصاريف معالجة بيانات. والضحية بيتقال لها ادفع المبلغ الصغير ده وأرباحك هتوصل لك على طول. وطبعا ما بيبقاش فيه قدامك خيار غير إنك تدفع، لأن أنت بالفعل دفعت كتير قوي. لكن خط النهاية بيفضل يبعد. الرسوم الصغيرة دي بتفضل تتراكم لحد لما أرصدة الناس في البنك بتخلص، وفي ناس بتستهلك كل حدود كروت الائتمان وغيره اللي بيبعت فلوس بوليسة التأمين على الحياة. وبعدين سكوت، جروب التليجرام بيختفي بمجرد ضغطة زر، والخبير اللي وعدك بالثروة بيختفي تماما. جروب الشات اللي بيبقى مليان مستثمرين بيتمسح كأنهم ما كانوش موجودين أصلا، والضحايا بيفضلوا لوحدهم مع الخزي والديون. وبيسموا الحركة دي صناعة الرياح، بيملوا الشات بتعليقات مزورة ومستخدمين وهميين وضجة مصطنعة عشان يخلوا الناس الجديدة يحسوا إن الفرصة هتفوتهم. دلوقتي انت ممكن تكون بتفكر وبتقول عمليات النصب دي بتحصل في كل مكان، بس في كمبوديا الموضوع ده مش مجرد شقق مشبوهة أو أماكن تحت السلم. العمليات دي بتتعمل في مجمعات شبه القلاع الحصينة. أنا هنا بتكلم عن أسوار خرسانية عالية وأسلاك شائكة وحراس مسلحين على البوابات. اللي بينجوا من هناك بيوصفوا الموضوع كأنهم طالعين من فيلم خيال علمي كئيب، والظروف جوه وحشة جدا زي حالة رمزي بالظبط. الناس كانت عايشة على فتات الأكل والمية يا دوبك تكفيهم إن هم يعيشوا، بس النظافة الشخصية ما كانتش حاجة حتى يقدروا إن هم يحلموا بيها. ولو غلطت في الشغل أو رفضت أمر كانوا بيعلموك درس قاسي يخلوك ما تعرفش تهزر تاني. الضرب ما كانش مجرد أقلام أو لوكميات، كانوا بيكسروا العظم حرفيا. الضحايا خرجوا بضلوع مكسورة ووشوش ورمة وعيون مش هيقدروا يفتحوها تاني. والأسوأ إنهم كانوا بيستخدموا صواعق كهربائية عشان يضغطوا بيها على دراعاتهم ورجليهم وحتى رقبتهم. اللي بينجوا من الموضوع بيقولوا إن الإحساس ده عامل كأن جسمك كله بيولع، وفي منهم لحد دلوقتي
بيسمع صراخ الناس اللي كانت بتتعذب. وفي فعلا دليل على الكلام ده انتشر من فترة، مقطع فيديو ظهر على النت فيه واحد كوري كان محبوس في المجمعات دي، ايده مربوطة وجسمه بيتشنج من الصواعق الكهربائية اللي كانت بتقطعه. الحراس اللي كانوا واقفين حواليه كانوا بيضحكوا وبيتعاملوا مع الموضوع كأنه تسلية، والفيديو ده انتشر بشكل واسع جدا. الكوريين في بلدهم ما كانوش مصدقين اللي هم بيشوفوه، ولو الناس دي ما كانتش بتتصعق كانت بتتحبس. تخيل كده أوضة ضلمة خالص، ولا أكل ولا مية ولا حتى تواصل مع أي بشر، مجرد ريحة عفن. وفي ناس اتكلمت وقالت إن الضلمة دي كانت كفيلة إن هي تخليهم يتجننوا حرفيا. في المكان ده مجرد بص على نور الشمس من ورا القضبان الحديد كانت نعمة. ومع مرور الوقت الناس بتبطل تقاوم، زي الحيوانات اللي بتتربى بالألم، بيتكسروا وبيبدأوا يفكروا هو أنا ههرب ليه؟ لو رجعت بلدي هيتقال عليا نصاب، ولو اتمسكت يمكن اتعاقب تاني. فبيقعدوا مكانهم، وقعدتهم دي برضه ما بتضمنش الأمان ليهم. حتى اللي حاول يعوم مع الموجة واشتغلوا لصالح الرؤساء في المباني دي في الآخر خالص كانوا بيموتوا. وكمبوديا خدت تذكرة صدمة في الموضوع ده في سنة 2025. في 1 مارس لقوا جثة على طريق ترابي في منطقة دنجور. الجثة دي كانت لبنت من كمبوديا، شابة صغيرة مدفونة عريانة خالص، ووشها كان في الطين، وكان جسمها كله مليان جروح، ووشها كان متدمر تماما. واللي عمل كده كان عايز يمسح أي وجود ليها عشان محدش يتعرف عليها. في الأول فعلا البوليس ما كانش قادر يتعرف عليها خالص، ولا بصمات ولا سجلات. لكن بعد كام يوم جت أم تبلغ، كانت اسمها صفية، وبنتها اللي كان عمرها 18 سنة بس كانت بعتت لها رسالة غامضة كانت بتستنجد بيها قبل ما تختفي. صفية دورت في المدينة كلها لكن ما لقيتش حاجة، لحد لما البوليس جه كلمها وقال لها تعالي بصي على الجثة دي لو لبنتك أو لأ. وفي اللحظة اللي شافتها فيها ركابها ثابت، حتى مع وش البنت اللي مضروب لدرجة إن محدش يعرف يتعرف عليها. صفية اتعرفت عليها، هي عرفت الجرح اللي كان في إيد بنتها، والسنة الصغيرة المعوجة اللي كانت بتبان لما بتضحك. اللي نايمة قدامها دي كانت بنتها، وفي اللحظة دي أغمى عليها فورا. اسم البنت دي كان سالي، كانت عندها 18 سنة بس، كانت ذكية وناضجة، وكانت بتتكلم صيني وخميري بطلاقة. لكن الحياة ما كانتش سهلة معاها خالص. أبوها توفى وأمهم كانت بتكافح عشان تضمن لهم لقمة العيش. البنت كانت عايزة أكتر لنفسها عشان تطلع من دايرة الفقر. حلمها ما كانش كبير ولا حاجة، ما كانتش عايزة ولا ثروة ولا كانت عايزة شهرة. كل اللي سالي كانت عايزاه إنها تشتغل كويس وتلاقي وظيفة بمرتب محترم، وتتأكد إن أمها تكون عايشة مرتاحة. لكن الناس ما سابتلهاش حتى الحلم ده إن هو يتحقق. وهي عندها 15 سنة بس قررت إن هي تسيب المدرسة وتروح تشتغل عشان تسد مصاريف الديون اللي على العيلة. حتى لما ما كانش معاها الفلوس اللي تكفيها تعيش لحد آخر الشهر كانت برضه بتبعت اللي تقدر عليه للبيت. وكل يوم بالليل كانت مهما تكون تعبانة بتتصل بوالدتها تقول لها كلت ايه وعملت ايه ويومها كان ماشي ازاي. حتى اصحابها كانوا لما بيجوا بيتكلموا عنها بيقولوا انها امهم في الشلة، كانت ناضجة وحنونة ودايما مبتسمة. بعدين في سنة 2024 فكرت إن هي لقت فرصة عمرها، وظيفة في سيهانوكوفيل كمترجمة، والمرتب كان أحسن من إنه يكون حقيقي. وطبعا طلع كده فعلا. ورا الكلمات البراقة دي ما كانتش وظيفة ترجمة ولا حاجة، كانت شركة نصب على الإنترنت. وهناك قابلت شنودة كان أكبر منها، ومن النوع اللي يعرف يكسب قلب بنت صغيرة، وده بقى أول حب في حياتها. والحب ده عماها، وشهر ورا التاني كانت بتبعت للبيت من 250 ل $300، وكان ده أكبر بكتير من اللي ممكن تكسبه مترجمة. وهنا أمها بدأت تشوف الفلوس دي كلها بتيجي منين. لكن سالي كانت بتطمنها وتقول لها ما تقلقيش يا ماما، كل حاجة بخير. وشوية بشوية بدأت تبعد عنها. البنت اللي كانت بتتصل كل شوية بيها
ما بقتش بتتصل خالص. آخر رسالة جت كانت في فبراير 2025، قالت لأمها إنها اتنقلت لمدينة بنوم بنا مع حبيبها وإنهم شغالين مع شركاء صينيين، وبعد كده مفيش أي أخبار منها غير تحويلة فلوس غامضة ومكالمة تليفون وهي مرعوبة. صوتها كان بيترعش كأنها عايزة تقول حاجة بس مش قادرة. أمها صفية فضلت تعيد المكالمة دي في دماغها 1000 مرة. لما البوليس قعد يحقق في موتها، الأدلة كلها كانت بتشاور على حد قريب منها. الطريقة اللي جسمها اتخبى بيها والمحاولة الوحشية لتدمير وشها بالكامل، كل ده كان بيقول إن الجريمة مترتب ليها. اللي عمل كده كان عايزها تختفي ومحدش يتعرف عليها خالص. لكن حوالين مسرح الجريمة آثار كاوتش العربية كان بيقول قصة مختلفة تماما. كانت العلامات بتاعة الكاوتش عميقة جدا، من النوع اللي عربية الدفع الرباعي بس هي اللي تقدر تعمله، وكاميرات المراقبة أكدت ده. يوم 27 فبراير عربية دفع رباعي دخلت وخرجت من المكان بسرعة. نمر العربية كانت متسجلة باسم راجل صيني، وعلى طول المحققين ربطوا ده بكلام سالي عن إن ليهم شركاء صينيين وإنها اتنقلت لشقق RNF، وده معروف إن هو مركز للصينيين المشهورين المعروفين بعمليات النصب. وبعدين جه دليل جديد. واحد من السكان افتكر إن هو شاف واحد شايل صندوق كبير وتقيل وحطه في شنطة عربية دفع رباعي في نفس اليوم، وفجأة كل القطع اتركبت مع بعض. المشتبه فيهم كانوا 3 رجالة صينيين، وفي النص موجود شنودة حبيب سالي، ومعاه كان علي اللي عنده 34 سنة وواحد تاني معاهم. هنا البوليس بدأ يتبعهم، وبعد فترة قصيرة وصل فريق من العمليات الخاصة للشقة بتاعتهم. ومن أول نظرة على الشقة كانت تبان إن هي عادية جدا، مجرد أجهزة إلكترونية مرمية في كل حتة. لكن محققين تكنولوجيا المعلومات اكتشفوا الحقيقة. الأجهزة دي كانت أدوات للنصب على الإنترنت، وكان في أوضة منهم كان في آثار لدم، والدم ده كان مطابق لدم سالي. وهنا قبضوا على الرجالة كلهم، وشنودة اللي كان بيدعي إن هو بيحب سالي كان قاعد في ركن وهو ساكت خالص. لما قالوا له إن سالي ماتت انهار من العياط، لكن البوليس طبعا فهم إن دي مجرد دموع تماثيل. هو حلف إن عمره حتى ما يفكر إن هو يأذيها، لكن زميله علي انهار تحت الضغط، ولما واجهوه بالأدلة اعترف في الآخر. موت سالي ما كانش حدث، وقال إن السبب هي إنها شافت حاجة المفروض ما كانتش تشوفها، حاجة جوه إمبراطورية النصب دي خلتها خطر عليهم، وعشان كده خلوها تسكت للأبد. وورا واجهة مدينة بنوم بنا الجميلة اللي العائلات فيها بيجروا على أكل عيشهم، كان في أماكن تانية القانون نفسه كأنه بيخاف إن هو يدخلها، أماكن خفية شركات النصب كانت بتملكها كأنها ممالك محدش يقدر يلمسها. وواحدة من الشركات دي كان بيديرها واحد اسمه ياسين، زعيم عصابة، كان راجل قاسي جدا، مفيش حاجة في إمبراطوريته بتمشي من غير معرفة. عمليات النصب والتعذيب حتى الأكل بتمشي بموافقته. وياسين ده كان محوط نفسه برجالة مخلصة ليه، كان من ضمنهم صلاح اللي هرب من الصين بعد ما اتقفش في عملية نصب، وعلي دراعه اليمين اللي كان بيتأكد إن الناس ماشية على الخط بالظبط. كان عنده موهبة كبيرة جدا في إنه يهرب من البوليس، لكن هو أول واحد انهار تحت الضغط. وعشان يحل مسألة اللغة بالنسبة للناس المحليين، ياسين عين مترجمة موهوبة، ودي كانت سالي. كانت مفكرة نفسها إن هي لقت وظيفة حقيقية، لكن بدل كده اتضح إنها عايشة جوه كابوس. يوم ورا التاني كانت بتترجم للناس النصابين، وبكده شافت أكتر من اللازم. شافت الضرب والنصب والقسوة، مش بس شافتهم، دي كمان كتبت كل حاجة، أسماء وتفاصيل، حتى روايات عن التعذيب، حاجات كانت كافية إنها تدمر مملكة ياسين لو كانت وصلت بس للبوليس. وده خلاها تهديد، وياسين ما كانش بيتهاون مع التهديدات. في مصادر بتقول إن سالي اترجته، سيبني أمشي وإلا هفضحها، وكان ده آخر خط عدته قبل يوم واحد بس من موتها. ياسين أمر صلاح إن هو يجيبها، بس مش عشان يتناقشوا، ده كان أمر إعدام. وجوه أوضة كانت سالي مربوطة في كرسي، صلاح وعلي كانوا هناك،
وكانوا بيضربوها لحد لما فقدت الوعي. وفي رواية تانية بتقول إن ياسين أجبر سالي إن هي تتصل بوالدتها عشان تطمنها، وعشان كده صفية سمعتها وهي بتتكلم وهي مرعوبة في آخر مكالمة ليها، وده كان آخر وداع لسالي. هي ماتت من ضربة على راسها وكانوا بيخنقوها. حياتها انتهت من نفس الناس اللي وثقت فيهم. وبعدها على طول قلعوها كل هدومها وحطوا الحاجات بتاعتها في شوال، وخدوا الجثة بتاعتها في العربية وساقوا بيها ودفنوها جنب مول. وكانت الحفرة دي سطحية وشها كان لتحت، والحفرة دي كانت على عمق 60 سنتي، وحطوا عليها ورق الشجر عشان ما تبانش. وفي 1 مارس 2025 الضباط حفروا في المكان ده وطلعوا الجثة اللي كانت مشوهة. وش البنت كان متدمر تماما لدرجة إن هم ما قدروش يتعرفوا عليها، لحد لما والدتها أكدت هويتها من الجرح اللي على إيديها وسنتها الصغيرة. وفي الوقت ده ياسين قال لرجالته إن هم يتصرفوا طبيعي، وهو بدأ يتسلل وهرب ناحية فيتنام، بس ملحقش يوصل لبعيد. في يوم 5 مارس البوليس الفيتنامي قبض عليه على الحدود. صلاح وعلي كان اتقبض عليهم خلاص في الشقة اللي كانوا مستخبيين فيها. ولما كان علي بيعترف بكل جرايمه، ياسين أنكر الحقيقة. حتى لما خبراء من تكنولوجيا المعلومات رجعوا رسائل كانت محذوفة على تليفونه بيؤمر فيها صلاح وعلي إن هم يخلصوا من البنت، فضل ينكر إن هو بريء برضه. وفي 7 مارس النيابة وجهت تهمة القتل العمد لياسين وصلاح وعلي حسب المادة 200 في قانون العقوبات الكمبودي، وحكموا عليهم بأقصى عقوبة وهي السجن لمدى الحياة. كمبوديا ما بقاش فيها حكم إعدام، لكن أم سالي وجزء كبير من الرأي العام طالبوا بالحكم ده. المحتجين بقوا يرفعوا يافطات باسمها عشان يطالبوا بالعدالة. حتى السفارات الصينية والفيتنامية أصدروا بيانات بيدينوا الحادثة دي وبعتوا تعازيهم لأسرتها. دلوقتي القضية في المحكمة والنتيجة كانت السجن لمدى الحياة. في الوقت نفسه على منصة ويبو المتفاعلين الصينيين طالبوا بالتحقيق في العالم السفلي المظلم للكمبودي، وبالأخص مدينة سيهانوكوفيل اللي معروفة بإنها وقر للنصابين. عصابات النصب دي في كمبوديا وفي شمال شرق آسيا كبرت وبقت إمبراطوريات، شبكات من الاحتيال والعنف والعبودية البشرية محدش يقدر يلمسها. استغلال العمالة بقى واحد من أكبر القضايا اللي بنناقشها في عصرنا الحالي، وناجيين أكتر وأكتر بدأوا يتكلموا في الموضوع ده. وكمان بنسمع عن اللي عمرهم ما رجعوا عايشين. لو سالي بنت من كمبوديا في البلد بتاعتها قدروا إن هم يسحقوها بالشكل ده، تقدر حتى تتخيل الرعب اللي بيعيشه شخص جا من بلد تانية غريبة ولوحده في أرض ما يعرفش حد فيها، من غير أهل، من غير لغة، من غير حتى حد يكلمه. الناس بدأت تطلب من الحكومة تعمل حاجة وإن البوليس يتحرك قبل ما روح بريئة تانية تضيع. لكن في ناس بتقول إن اللي في السلطة أصلا مش مهتمين، لأنهم ممكن يكونوا مستفيدين من الفلوس دي لنفسهم، وإن لو العالم مش مراقب القضايا اللي زي كده بتتركن على الرف وبيتكتب عليها جريمة قتل تانية، وأول ما الاسم ده بيلزق القضية بتموت، زي قصص كتير غيرها مدفونة في صمت. الحكومة الكمبودية عملت حملات مداهمة وقبضوا على المئات منهم، لكن العصابات دي قوية جدا وغنية، بيرشوا وبيدفعوا وتاني يوم بيظهروا في مكان مختلف. حتى المنظمات الدولية بتعترف إنك كأنك بتحارب وحش أسطوري بتقطع له راس بيطلع 2. طب هو اللي فاضل إيه؟ هو إن إحنا نوعي نفسنا. الوعي هو دفاعنا الحقيقي الوحيد. فلو جات لك فرصة زي كده ولقيت إن الورق مش مظبوط أو بيتهربوا من أسئلتك ويجوا يقولوا لك بس تعالى وكل حاجة هتتحل بعد كده، هو ده مؤشر الخطر بتاعك. لو المرتب شكله أحسن من إنه يكون حقيقي، لو حسيت إنك بتنط 10 خطوات مرة واحدة وهتبقى غني فجأة، دي مش فرصة بتخبط على بابك، ده فخ. رغبة الإنسان قوية جدا وبتعمينا، والنصابين عارفين إزاي يستخدموها بالظبط ضدنا. هم مش بيستهدفوا الشاب بس اليائس اللي بيدور على شغل، هم بيستهدفوا الكل، طلاب وعمال حتى أهل بيتمنوا إن هم يأمنوا مستقبل لأطفالهم. فما تنساش تسأل أسئلة وتتأكد مرة واتنين وتلاتة. الخطوة الصغيرة دي ممكن هي اللي هتنقذك من إنك تقع في الفخ ده. ولحد كده دي كل حاجة النهاردة. خلوا بالكم من نفسكم
وأشوفكم المرة الجاية على خير.